السلام عليكم. زلزال المغرب، حتى نميز ونعرف انه في زلزال مصطنع وزلزال طبيعي من الله سبحانه وتعالى وزلزال سياسي وزلزال اقتصادي. كثير من الناس لا تمتلك العلوم الكافية لتربط بين العلوم الدينية والعلوم العلمية، وكل واحد بيجتهد على خاطره، وهذا كذب وهذا بصير وما بصير. على أي حال، اليوم السبت 9/9/2023 وشفتوا زلزال تركيا، وأنا حكيت عنه أنه زلزال سياسي وشرحت عنه بتاريخه. وحتى أنا مستغرب جدا من حصول زلزال المغرب، لكن الزلزال الثالث اللي راح يحصل وهو الخطير والمدمر، ونسأل الله السلامة للجزائر، احفظوها كويس، وهو زلزال سياسي قبل أن يكون زلزال مدمر. عندنا منطقتين مهمات في الوطن العربي. المنطقة الأولى تركيا، ليتم تحييد تركيا سياسيا، واحتمال كبير جدا بغض النظر عن الذين تنبأوا أن تركيا معرضة لزلزال 7 درجات أو 8 درجات لأنه زلزال سياسي. هؤلاء ليسوا متنبئين، إنما هم تردهم معلومات أمنية يقولوها أو يتفوهوا بها. وهذا مرتبط بأمرين، الأول بالعراق والثاني مرتبط بإيران. أما الزلزال القادم للجزائر فهي الحلقة الأصعب في الوطن العربي، وهذا مرتبط في تاريخ مصر.